بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أحمد صلاح من منتدى اف اكس اريبيا. ان شاء الله النهارده هنشرح استراتيجية سهلة، استراتيجية سكالبينج. إيه، استراتيجية ما فيهاش اي تعقيد. بتقوم على مؤشرين بساط جدا: مؤشر البولينجر ومؤشر الاستوكاستيك بالاعدادات الافتراضية للميتا تريدر. شرط المستخدم في الاستراتيجية وشرط الربع ساعة. طبعا هنبدأ نسطب البولينجر، تسيبه بالاعداد بتاعته. كمان هنسطب مؤشر الاستوكاستيك، المؤشر اللي بيبين لنا مدى التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاسعار الحالية للزوج. نحب نحط خط افقي عند القيمة 80 وخط افقي عند القيمة 20، ودول اللي بيوضح لنا مدى التشبع الشرائي والتشبع البيعي. لو الاسعار فوق القيمة 80 يبقى اذا هنا في مناطق تشبع شرائي، اسعار اسفل القيمة 20 يبقى هناك تشبع بيعي للسعر. خلينا ندخل في شرح الاستراتيجية. الاستراتيجية بتقول ان اذا اغلق شمعة ربع ساعة للسعر اسفل الخط السفلي للبولينجر. طبعا زي ما احنا عارفين خط البولينجر عبارة عن خط وسط وخط علوي وخط سفلي. تحقق الاستراتيجية في حالة وجود شرطين: الشرط الاول خروج السعر من خط البولينجر سواء العلوي او السفلي، ده رقم واحد. ورقم اتنين ان بيكون هناك في الفرصة اللي هتتحقق تشبع شراء او بيع للفرصة. ناخد الفرصة اللي قدامنا. هنا عندنا الشمعة دي شمعة ربع ساعة اغلقت اسفل خط البولينجر السفلي، ونتأكد من تحقق الفرصة بان هناك برضو تشبع بيعي للسعر. دخلنا في الفرصة بعد اغلاق السعر مرة اخرى داخل البولينجر او فوق الخط السفلي. طبعا الشمعة كسرت الخط السفلي، الشمعة اللي بعديها لم تغلق على الخط السفلي، ننتظر الشمعة اللي بعديها. بالفعل الشمعة اللي بعديها اغلقت فوق الخط السفلي، ومن هنا هيكون التوصية الدخول بالشراء. طبعا هنا عملت لنا 36 نقطة ربح بارتداد حوالي 20 نقطة، بارتداد 20 نقطة. دي أول فرصة اتحققت عندنا. نشوف فرصة تانية: خروج سعر، فرصة اختراق السعر الخط العلوي خط البولينجر. عندنا الشمعة ربع ساعة بالفعل أغلقت على الخط وكان عندنا تشبع شرائي، يبقى إذن هي فرصة ناجحة. ننتظر لما يدخل السعر مرة تانية داخل الخط العلوي ويغلق أسفله، وعند نقطة الإغلاق بالظبط ندخل بيع. هنا الفرصة حققت 11 نقطة بعد ارتداد 13 نقطة. شوف فرصة تانية عندنا برضو. هنا الشمعة ربع ساعة أغلقت فوق خط العلوي للبولينجر، فكده الشرط الأول من الاستراتيجية اتحقق. شوف الشرط التاني إن هو لازم يكون في تشبع شرائي أو بيعي للاستوكاستيك. طبعا هنا الاستوكاستيك ما بين القيمة 80 وما بين القيمة 20، أي لا يوجد هناك تشبع شرائي أو بيعي، يبقى إذن الفرصة دي غير ناجحة أو مش هندخل في الفرصة دي. نشوف فرصة تانية. عندنا الشمعة دي بالفعل أغلقت أسفل خط البولينجر السفلي وهناك تشبع بيعي، خرجت الأسعار تحت القيمة 20، يبقى ننتظر الإغلاق داخل خط البولينجر ونقوم بالشراء. هنا لو دخلنا شراء هيكون في ربح 10 نقط، السعر ارتد علينا بس 4 نقط. دي فرصة برضو ناجحة. ميزة الاستراتيجية ان هي مدى نجاحها على الفرص كتير. وهنلاقي كمان يعني عندنا هنا فرصة برضه اهوت السعر اغلق تحت الخط السفلي وهناك تشبع بيعي، ننتظر الاغلاق. الشمعة دي ما اغلقتش داخل الخط فوق الخط السفلي. تشوف الشمعة دي اغلقت بالفعل فوق الخط السفلي، عملت لنا طبعا دخول شراء هنا، عملت لنا ربح 60 نقطة تقريبا بارتداد ولا نقطة. طبعا هنخلي الموضوع اللي احنا شارحين فيه الفيديو ده تكون كده ورشة
هنا برضه عندنا فرصة أسفل الخط، الفئة أغلقت فوق الخط الدخول هنا شراء، حققت أكتر من 58 نقطة، 10 نقط ارتداد فقط. سيبكم انتوا بقى تشوفوا الفرص وتراجعوها على الشرط، وإن شاء الله تكون الموضوع اللي احنا منزلين في الفيديو ده يكون ورشة بسيطة نقدر نتابع فيها الفرص المتاحة، وإن شاء الله مع بعضينا نبدأ نحقق منها، ونبدأ نقنن الاستراتيجية ونشوف ايه المناسب بالنسبة لها. هل هو التيك بروفيت 10 20 نقطة 15 نقطة، والستوب لوس المناسب ليها 5 نقط 10 نقط 20 نقطة، نبدأ نحددوها مع بعض، وإن شاء الله تكون استراتيجية ناجحة وتكون عجبتكم إن شاء الله. كان معكم أحمد صلاح، شكرا لحسن استماعكم.